بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خواتاتي، عواشركم مبروكة. كيف ما العادة كنشاركوا مع بعضياتنا اللحظات الزوينة والوصفات، سواء البسيطة ولا الفخمة ولا ديال الضياف ديالنا. وبغيت نشارك معكم اليوم هذا النهار ديال ثاني عيد اللي كنفصلوا فيه الخروف. من بعد ما فصلت طبعا، وكنت كنقاد اللحيمات باش نعزل البروشيت بوحدو، والكفيته اللحم كفته بوحدو، وكذلك الحريره. كل حاجه كنعزلها بوحدها. كما كتشوفوا هنا خديت القطيعات وكنوجد هاد البروشيت باش غنتغداو كيف ما العاده نهار ثاني عيد. معايا لا قدرنا كنديروا معاه المفور، ولا لا قدرنا كنديروا معاه الحمرات وشليضات، وتبارك الله داكشي اللي كتب الله. ولكن ما كتبش باش نتغداو بهاد القطيبات. كيف ما غادي تشوفوا انا يلاه كنوجد. وهنايا كما كتشوفوا باش ما نحرقوش المراحل، البصيله كنفضل هنا نقطعها بهذه الطريقه. كنتحكم آه، في الحجم ديال داك الطريفات، ما تكونش محكوكه في الحكاكه المطيشه باش ما كتطلقش الماء. وما كنديرهاش في الهاشوار حتى هي ما كتعجبنيش. خديت الكميه اللي خاصاني ودرت الربيع. وغنبداو نديرو التوابل كيف ما غتشوفوا. المليحه طبعا، والتوابل المعتاده. وانا كنتخيل هاد التوابل شي نهار غيبداو يخرجوا بوحدهم وغيبداو يكبوا راسهم بقوه اللي موالفه. كنديرهم نفس التوابل. الابزار تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار. الزنجبيل، كاين اللي كيدير هنايا البزار والملحه كافه، ولكن هنايا زدت انا هاد التوابل كتعجبني. والفلفل الحار طبعا هو اللي كينسم. كندير هنايا قبيصه ديال الكمون، ماشي بزاف، لان كتعجبني النسمه ديال البزار تكون غالبه. دونك غير باش نعطيو النسمه للشواء كنديروا داك شويه ديال الكمون. واحد القطيره ديال الخل، واخا راه تبارك الله الخريف زعما ود العام اللحيمه باينه هشيشه، ماشي قاصحه، ماشي تني. وكندير واحد الضريس ديال الثومه. شي مره ما كنديرش كاع الثومه، المهم هاد المره اختاريت ندير واحد الضريس ديال الثومه. هذه هي الحمى اللي كندير في القطبان نهار ثاني عيد. وثالث عيد كنديرو الكفته اولا اللحم المفروم. وهنا راني خدامه على نيتي انني غادي ندير هادو يتشربوا، نقدا شغل على ما يشرب عطريتو وغادي نتغدى بهم. صافي هذه هي طريقتي في تحضير البروشيت. وكندير طريفات ديال الشحمه حتى هما باش كنفرق ديك القطيعات باش كيطلقوا ديك البنه ديال الشحمه ديال الغنمي كتجي رائعه. وهذه هي وقطره زيت العود. هذه هي التتبيله العاديه ديال لي بروشيت ديال نهار ثاني عيد. عاده نهار ثاني عيد كنفطروا باللحم الراس، ولكن صراحه انا ما كنتش وجدته في داك. كنشير ان ما كنزيد التحميره. كنبغي اللون ديال اللحم يكون طبيعي بلا الوان اضافيه. صافي حتى الخرقوم ما درتوش، اكتفيت باللون الطبيعي ديال كما تعلمنا من والدينا. عاده ما كنديروش الالوان، وكل واحد والذوق ديالو. صافي هنايا درتو باش يترقد، ولكن كنتفاجئ بولدي كيدق وقال لي ماما غنديرو خيلوطه انا وصحابي في الجرده. ما عندنا ما نديرو، الوليدات خاصهم يكونوا على خاطرهم، وما جا العيد الا باش يكونوا فرحانين. هادو هما الطريفات اللي جابوا الوليدات. طبعا خيروطه المعنى ديالها ماشي في اللحم انهم يشاركوا، يعني ممكن الطريفات اللي درت انا يكونوا كافيين لديك الوليدات ويفرحوا ويقضيو ايام يوم سعيد وزوين. ولكن الغرض من هذيك خيروطه عنده مغزى كبير بالنسبه لينا حنايا في هاد العواشر. هاد التوابل جابها واحد من الوليدات مخلطه. بصراحه انا كنت موجده القريعه عندي مخلطه، وهاد البصل حتى هما جابوا البصله الحمراء وانا عندي البصله البيضاء. المهم خيلوطه خيلوطه. البرقوق جابوا هما شويه د البرقوق وانا كملت ليهم حيت ما غيكفيهمش. كيتسزق هنايا باش يتحيد داك الغبار عاد نغسلو. والثوم قال لي ماما ما تقطعي حتى حاجه، انا غنصوب كلشي لتحت، ما ديري لا توابل لا والو. هذه العطريه ديالي انا مخلطه، الا بغاو يزيدوها حتى هي عطيتها لهم، لكن يبدو انهم ما استعملوهاش. صافي هادو هما اللحيمات. كاين 4 الوليدات بالولد ديالي، 3 الوليدات واحمد، وكاين انا واسراء حتى حنا حطينا حقنا. ما يمكنناش يديروا الطاجين ويشموا الريحه وباين غيكون طاجين ضخم وما ناكلوش حتى حنا حقنا.
صافي اخوتي وجدت لهم المجمر، حتى الفخر جابوا شي حاجه د الفخر معهم وانا كملت ليهم. وهنا غادي تسمحوا لي لان التصوير هما اللي تكلفوا به، وانا ما كملتش لكم التصوير الفوق لان الهاتف كان عندهم. وهنايا تبارك الله ما نعاودش لكم، راه كلهم شاركوا من بعد ما غسلوا يديهم. واخا هكاك عطيت لاحمد قفازات، قلت له ضروري ولدي ديرهم باش ما يتوسخوش لك يدك بالتوابل. صراحه التتبيله كانت حتى هي زوينه، ماشي بعيد بزاف على التتبيله اللي كندير انا. المهم اختلفه جا بحال اللي انا معروضه عند شي حد عند شي وحده اللي ما عرفتش صراحه الام ديال من. نتمنى تشوف الفيديو. مره نقول لها خلطي لي شي تخليطه التوابل ديالك راه عجبوني، لان الانسان راه كيمل هذيك التتبيله ديالو دائما كتجي شي حاجه مختلفه كتعجبو. اذا هنايا الولد ديالي راه ما دار حتى قطره د الماء، ما جاتوش الفكره انه يدير الماء، راه دار ديك العطريه كامله دارها. والاخر راه هو تيعاون في الثومه. هاد الطواجن انا عطيت لهم، درت لهم الزيت لتحت وفرشت لهم البصله باش ما يتحرقش لهم اللحم. وهنايا العافيه هي كتجند هنا لتحت. والتصوير قبلوا علينا كما قلت، راه الوليدات ما عندهمش خبره كبيره في التصوير، ماشي كاملين تعرفوا. وهنا عطيتهم الزيت باش يديروها من بعد ما يحط اللحم، ولكن هو يمكن درها في الاول عاوتاني تسحب له، ما درتش في البصله، ما عليناش. المهم هنا راه حتى جنادات هذيك الفاخر وهما تيصوروا الدنيا كامله هنا. تا جناد وجاهم ما تحط لهمش الطاجين وبدا يدقوا فيه بواحد البالات صغيره د الحديد حتى تهرس. صافي وهنايا الجمهور الصغير الغلمان الصغار هما تيوجدوا في الطاجين تبارك الله عليهم ما شاء الله. قلنا الغايه من هاد الخلوطه ماشي هي انهم ياكلوا، ولكن كنعلموهم انك تشارك الطعام مع شي واحد وتاكل طعامه. راه هذه من المبادئ الساميه ديالنا حنايا المسلمين بصفه عامه والمغاربه بصفه خاصه. يعني مجرد ما ردوا الطاجين كيطيب ولاو تيلعبوا تيتخاصموا، وانا كنعيط لولدي تنقول له ولدي راه هما ضياف عندك وراكم غتشاركوا الطعام، وراه اللي شارك الطعام، لان دائما هاد الوليدات راه كيتضاربوا في الدرب، وكل مره كيجي واحد يتشكى ولا ولدي كيمشي يتشكى منهم ولا كذلك. كنقول له ولدي دابا لا شاركتوا الطعام راه ما خصكمش تضاربوا، لان حشومه فاش كنشاركوا الطعام مع شي واحد راه كيولي بحال العائله، بحال الاخ ديالنا. الدور الصعيب عطاوه لذاك الوليد مقابل العافيه مسكين، تنقول له ياك حس شويه باش ما تسخنش. المهم هاي الثومه ما نقهاش، هو تيتعذب معاها ما حاولش ينقيها. داكشي علاش لقى صعوبه باش يخرج الثومه. ضحكوني بصراحه، مره كنطلع عليهم نشرجم كما تنقول لهم والو، خليتهم في خاطرهم. قلت لا بقيت كنهضر غنتعصب. وتا الدنيا لتحت خلاوها مرونه، لان ما نعرف الطاجين جا زوين حيت الدنيا مرونه. يمكن نكون هبطت وسياقت وجمعت ما غيجيش بنين، غنعصبهم. خليتهم على خاطرهم. اذا كنذكر هنا ديك القصه ديال داك المجموعه ديال واحد المجموعه د اللصوص في واحد العهد ما عقدش. بصراحه قصه صراحه مثاليه كيضربوا بها المثل. كانوا مجموعه من السراق دخلوا لواحد البيت باش يسرقوا، او الشفاره كما كنقولوا. دخلوا مجرد ما دخلوا لذاك البيت وواحد فيهم قال لهم لا ما غاديش تسرقوا حتى حاجه. بداو يغوتوا عليه كيفاش ما كيفاش. قال لهم هذا البيت فايت لي دخلت وكليت طعامهم، ما غنقدرش نسرق حتى شي حاجه من هذا البيت. وانسحبوا بسلام. هذا مغزى كبير. الناس اللي كنشاركوا معاهم الطعام ما نغدروهمش، لان الطعام كيحصل سواء في الدنيا او في الاخره. المهم الله يجعلنا نكونوا دائما متسامحين ومتصالحين مع نفوسنا ومع خوتنا ومع احبابنا كذلك. الله يا ربي واحد زيد حالته ليا الطاجين، الحمد لله اللي ما تهرش. يلا شفتوا حتى بديت كنمونطي الفيديو وبديت كنعاود هاد اللقطه وكنقول يا سلام قلبت الطاجين الحمد لله ما لقيتوش مهرس. صافي هنايا في هاد الوقت راني طيبت الماء وعطيته لهم في الترموس، ومره كنقول لهم عندكم الطاجين كيقلبوه وكيزيدوا الماء حتى تبارك الله وجد. وفي نفس الوقت انا الفوق راني طيبت داك البرقوق
وعسلته بالسكر والقرفه. طبيعه الحال راه تسلق شويه في واحد العويد ديال القرفه، ومن بعد عاد زدت له عسلته في القرفه والسكر، القرفه غبره والسكر، وما درت له لا مسكه لا والو. خفت ما يعجبهمش المذاق الوليدات، ما عرفتش الذوق ديالهم كي داير. وتبارك الله حماقوا على الرائحه ديالهم كتشهي. قالوا لي يا طاطا جا هذا الغداء زوين. قلت لهم راه تبارك الله نتوما اللي حادقين وانتوما اللي صوبتوا، هنايا عاونتكم شويه في البرقوق، حيت ما غتعرفوش ليه. الا درتوه في الاول يقدر ما يطيبش ليكم، مع كل مره كيعريو هذاك الطاجين خصو يتعسل ضروري. صافي هنايا راه مازال خصو غطاو عليه شويه تا شرب ديك المريقه وديك النسيمه عاد وتعسل كما غتشوفوا في اخر الفيديو. وتبارك الله دوزو نهار زوين وفرحوا. وفي هاد اللحظات والطاجين كيطيب كانوا كيلعبوا شويه بالراكيطات، كيلعبوا بالكره ديال القدم، مره يضربوا في الشرجم، مره يغوتوا مع الجيران الفوق تيشيروا عليهم شي حاجه الوليدات اللي في الكاتريام ولا اللي في العمارات الاخرين. المهم ضروري من المشاحنات. صافي في هذه اللحظه انا وجدت لهم واحد الكوتي خفيف على ما يطيب الغداء، لان اللحم كيحتاج على الاقل واحد ساعتين ولا ساعه ونص، ما عرفتش شحال بالضبط الوقت. ودرت لهم هنا واحد الكيك ديال رايبي. دابا نشوفوا معكم الكيك د رايبي، راني صورته ان شاء الله تنحطو معكم. جربنا كاع الالوان، قال لك ماما ضروري ديري لنا الكيك ديال رايبي. قلت لهم واخا توحشتوا الغوز عاوتاني ندير لكم الغوز. وصافي خوتي كان نهار زوين تبارك الله، والطاجين جا رائع. الله يحيينا ويحييكم العام الجاي ان شاء الله. ها هو تبارك الله كلاو وشبعوا وحتى شات الخير وبصحتهم وراحتهم. والى اللقاء مع وصفة اخرى بحول الله وقدرته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.